هنقول 190 حصان ل 192 حصان، يعني في الرينج ده، في الافريج ده. يعني ال 408 بتديك 215 حصان. الارقام دي يعني بعد اذن حضراتكم نركز فيها كويس جدا. 300 نيوتن. الكوبرا بتديك 190 حصان 280 نيوتن. فالموضوع هنا مختلف عن الموضوع هنا. انا هتكلم في الاول ناحيه المواتير، وبعد كده هتكلم في ناحيه الشاسيه يعني. تمور، صباح الفل يا حبيبي. عماد باشا، انت اللي عالمي والله، صباح الفل. فدي كده بالنسبه للكوبرا. لو جينا بصينا لشاسيه العربيه 408 كمساحات، هي تفوق العربيه الكوبرا كمساحات داخليه. في ناس هتقول لي يا عم انت مجنون، انت بتقارن كوبرا ب 408. ما هو لما تيجي تقارن حاجه ما تقارنهاش بالسي سي بس، عشان في ناس واخده ان الكوبرا 2000 سي سي ال 408 1600 سي سي. لا، هي بتبقى معادله، والمعادله دي بتخرج نتيجه المعادله دي ارقام، والارقام دي بتخرج عند عدد لفات موتور بطريقه معينه. فانت لازم النهارده كراجل مستهلك لازم تكون عارف الكلام ده كله. ال 1.6 ده ممكن يبقى جوه الموتور تكنولوجي زي بيور تك او زي وات ايفر الفي تي اي اللي كان موجود في الهوندا والمواتير التانية دي. بنديك هورس بار معين عند ار بي ام معين وعند تورك معين. فالارقام تجمعها في الاخر وتشوف المقارنه ما بين كده وما بين كده وما بين كده. ما ينفعش اقارنها بالكيو 3 لان الكيو 3 اقل جدا في الاداء واقل جدا في الارقام، ولذلك 408 برضو هتفوق الكيو 3. في واحد برضو تاني هيقول لي يا عم انت برضو مجنون، انت بتقارن بيجو بكيو 3. فانا مش عاوز اتناقش مع الناس دي، بس هو برضو خلينا برضو انا يهمني الارقام في الاول وفي الاخر. 215 حصان على فكره. 215 حصان دي لما بتيجي تتقال ده فعلي، يعني 215 فعلا هتطلع ال 215. ال 300 قوه العزم النيوتن متر هتطلع ال 300 صريحه. فالارقام دي لازم ناخد بالنا منها جدا. الكيو 3 180 حصان. لو جينا بصينا اقرب حاجه ليك الدي اس 4، بس الدي اس 4 هي نفس الموتور، وهي نفس الجير بوكس، وهي نفس كل حاجه موجوده في العربيه، بس ما عدا حاجه واحده بس. شاسيه الدي اس 4 يصنف هاتشباك او اس يو في كومباكت. يعني الاس يو في بتاعتها بتبقى كومباكت اس يو في. حبيبي صباح الفل. هجي لك انا في موضوع الدولار والجمركي والكلام ده كله، بس انا ما كنتش عاوز اتكلم في القصه دي، بس عشان انت موجود على اللايف فانا هتكلم في القصه دي. الدي اس 4 هاتشباك. ف يعني يعتبر تصنيفي ليها اس يو في كوبي، كومباكت اس يو في او هاتشباك. ده وجهة نظري بصراحة. يا عم انا مش عارف انت بتدخل القلب من غير استئذان. ربنا يكرمك يا ابو حميد، ربنا يخليك. يوسف بيقول احسن 3 عربيات من وجهة نظر 408 الفورمنترو الكيو 3. صباح الفل يا احمد يا منصور، صباح الفل يا يوسف، احمد سعد، كل الناس الجميلة دي. بس في حاجة هنا علشان إحقاقا للحق، مش معنى ان انا اكون في بيجو فانا لازم يعني اميل لبيجو. لا، لو احنا حطينا الدي اس 4 مع 408 وزن العربية 8 اتقل من الدي اس 4، فاداء الدي اس 4 هيبقى اعلى، لان الدي اس 4 عربية صغيرة على موتور قوي جدا ال 215 حصان عصام وال 300 نيوتن، فالاتنين مواتير واحده، فبالتالي الدي اس 4 هي اللي هتقوم يعني طالعه يعني. انا محمد منصور يا فاروق، احلى محمد منصور في الدنيا والله. فبالتالي الدي اس 4 هي اللي هتخرج من 408. هنا اللي هيلعب هنا مش اداء المواتير، اداء الوزن. في فرق كبير قوي ما بين كده وما بين كده. فاللي هيلعب هنا اداء الوزن مش اداء المواتير. دي حاجه. الحاجة التانية بقى، لما تيجي برضو تاخد قرار في شراء عربية لازم تعرف العربية دي، لأن في حاجة اسمها كار اوف ذا يير. ده تصنيف عالمي، ولا أنا ولا أي خبير في السيارات اللي في الموجودين في مصر ولا الشرق الأوسط يقدر يتدخل فيه. التصنيف العالمي للكار اوف ذا يير ده بنتيجة جوائز وبنتيجة أرقام. فبناء عليه العربية دي بتتحط في كذا حاجة، فبناء عليه بتاخد جايزة أو مسابقة كار اوف ذا يير.
بيجو 408 خدت مسابقة كار اوف زاير، وخدت حوالي من 77 جايزة عالمية ل 79 جايزة عالمية. اغلب الجوائز العالمية واخداها في الشكل الخارجي وفي الداخلي وفي الموتور وفي الجير بوكس بتاع العربية. ده من اهم الجوائز اللي خدتها علشان تطرح في السوق وتاخد الجوائز دي وتاخد مسابقة كار اوف زاير. في حاجة في ال 408 لازم حضراتكم تكونوا عارفينها ويعني مذاكرينها كويس جدا، عشان برضو بعض الناس ما اتكلمتش بيها فيها. يعني صباح الفل، والله المفروض تعمل برنامج وتسميه عربيتك على الرايق يومك جميل. حاضر، اوعدك ان انا هعمل برنامج هسميه يومك على الرايق، عشان انا بحب الروقان بصراحه. يعني ما بحبش كده اطلع نقفل الناس وبتاع والكلام ده كله. اوبا اوبا، عارفين مين الكينج اللي دخل معانا على اللايف؟ محمد منصور، مش مجرد عربيات. منص حبيبي يا منص، يومك جميل. وهنتكلم انا وانت دلوقتي في الدولار والتسعير والحاجات اللي جايه دي، ورايح فين وجاي منين، ورايحين سكه اللي يروح ما يرجعش ولا سكه اللي احنا قاعدين وفي ستيبل والكلام ده كله. انت منور يا منص اللايف والله. فنرجع بقى لجزئيتنا اللي هي البرفورمانس بتاع ال 408 والدي اس والكيو 3 والفورمنترو. انا بحب على فكره العربيات الكبرى جدا جدا، بحبها كشكل، بحبها كأداء، بحبها كحاجات كتيرة جدا. بس لازم ترجعوا وتعيدوا النظر تاني ل 408 عشان اتظلمت في وسط السوق اللي موجود وفي وسط اللي بيحصل والكلام ده كله. بس قبل ما انزل واقلب الكاميرا واوريكم العربيه 408، صباح الفل يا منص يا جميل. عاوز اشرح لكم شويه حاجات كده. انا اتأمنت امانه، وانا هقول وجهه نظري السوق رايح فين وجاي منين، وخلينا نتكلم مع بعض بصوت عالي نتناقش. ممكن انا اصيب او اخطئ، عادي جدا، انا بني ادم بس ليا فكر، وانت كراجل بتشاهدني ليك فكر، فنحترم افكار بعض. انا رايي حاجتين: انسب وقت للشراء دلوقتي. ليه؟ اولا كل التوكيلات فتحت بيبان الحجز بالجنيه المصري، دي اول حاجه. تاني حاجه ان دلوقتي العربيات اصبحت مطروحه في السوق بالاسعار الرسميه، يعني ان الاوفر برايس بتاع العربيات اتلغى، بخ كان فيه وخلص. وهركز جدا على ان دي وجهه نظري. وارد ان يحصل نزول، هقولك وارد ان يحصل طلوع، هقولك. بس قبل ما اقول، انا مع سامحوني اي حد هيتجاوز يعني هيكون رد فعلي وحش. وارد ان يحصل نزول، وارد ان يحصل نزول، بس امتى؟ احنا لازم برضو نفكر امتى يحصل النزول. في حالة واحدة بس، لو تسعير الدولار الجمركي بيتحدد تقريبا شهريا، اللي انت تقدر كل شهر تدخل وتشوف تسعير الدولار الجمركي بيبقى ازاي، او الرقم بيبقى ايه، 47 48 49 50. يعني لازم كل شهر تعملوا كده. لو الدولار الجمركي نزل في التقييم بتاعه في البنك، بس ما يجي ينزل ما ينزليش جنيه، ما هو الجنيه ده مش هيأثر في ثمن العربية. اما يجي ينزل مثلا 5 جنيه، ينزل 7 جنيه، ينزل الأرقام الكبيرة، ساعتها هيبقى في إعادة تقييم لأسعار السيارات تاني. هتك على الحتة دي، سامحوني، إن الدولار الجمركي لو نزل جنيه مش هيأثر في حاجة، لو نزل 2 جنيه مش هيأثر في حاجة. الدولار الجمركي عشان يبتدي يأثر معاك من 5 جنيه ل7 جنيه ل10 جنيه. تمام؟ ده رأيي برضو. تمام؟ ندخل بقى في الجزئية التانية. ده لو نزل، وكلنا نتمنى ان الدولار الجمركي نزل. مفيش حد شغال في مجال العربيات عاجبه كان الوضع اللي كان قبل كده، ولا الوضع اللي موجود عامة، ولا أي حاجة. كل الناس اللي شغالة في المجال بتتمنى ان العربيات تبقى في التسعير العادل ليها. وفي ناس قاعدة مستنية ان العربيات هتوصل ب 600 و 700. يا صديقي يا حبيبي، خدها من اخوك الكبير، او خدها من الخال، الناس بتطلق عليها الخال يعني. خدها مني، احسب الموضوع بطريقة تانية. الدولار سنة 22 او سنة اخر 21 كانت تكلفة الدولار ب 18 جنيه و 75 قرش. اضرب
دايما هفكركم بالحسبة دي. متوسط عربية اقتصادية، مش هقول عربية بريميوم كار، عربية اقتصادية تمنها بره في بلادها على أرضها هيتراوح من 20,000 دولار ل 25,000 دولار. اضرب ال 20,000 دولار وال 25,000 دولار في 18 جنيه، أنا بكلمك سنة 22، في 18 جنيه 75 قرش. هقرا التعليق بتاعك يا ابو حميد. واحمد كمال وصل، صباح الفل صباح الهنا. هيطلع لك رقم العربيه، زود عليه القيمه المضافه، زود عليه رسم التنميه، هيطلع لك اجمالي ثمن العربيه، وبعد كده هنزود المارجن بتاع الوكيل. تمام. ده بالنسبه للتسعير بتاع 21 و22. 23 كانت خربانه، يعني من اخر 22 كانت الدنيا خربانه يعني. نيجي بقى للتسعير دلوقتي، عشان الناس برضو بيدخل لي ناس بتقول لي يا عم ده هتوصل 600 و700. لا يمكن، يعني سامحوني انا عامل زي الدكتور اللي يقول لك فورا وبتاع والكلام ده كله. فلا يمكن توصل للارقام دي. توصل للارقام دي لو الدولار وصل للارقام دي، عشان انت العربيات دي سلعه بتيجي عن طريق الدولار او اليورو، عمله اجنبيه، ما بتجيش بالجنيه المصري. فلا يمكن هتوصل للارقام دي. خلينا بقى نحسبها بمتوسط الحسبة بتاعت، أنا بقول كلام منطقي والله، بمتوسط الحسبة بتاعت 24 سنة 24. احنا في شهر 4/24. احسب تمن العربية اللي هي 20,000 دولار أو 25,000 دولار في 49 جنيه بس. أنا مش هتكلم، يعني أنا هقول لك اضرب الرقم ده في 49 جنيه من 18 جنيه 75، وارجع برضو زود عليهم رسم التنمية، وارجع برضو زود عليهم القيمة المضافة، هتلاقي ان ده رقم العربية الفعلي من غير ما وكيل يحط المارجن بتاعه. فاجمع دي واجمع دي، ويا ريت لو حد معانا على اللايف يكون قدامه آلة حاسبة. انا سامحوني انا مش معايا آلة حاسبة دلوقتي، بس حد يكتب لي رقم العربية ام 25,000 دولار ايام ما كان الدولار ب 18 جنيه 75 كانت كام، ونفس العربية اللي هي برضو ب 25,000 دولار ما زادتش في بلدها واضربوا فيه 49 جنيه دولار جمركي او 48 جنيه ونص هيبقى كام، وبناء عليه اكتبوا لي السعر سنة 2022 كان كام، والسعر سنة 2024 كان كام، وضيف عليهم القيمة المضافة، وضيف عليهم رسم التنمية، عشان برضو نبقى يعني منطقيين واحنا بنتكلم، ويبقى عندنا يعني وعي للي ايه ممكن يحصل. لان هو مش سر حربي، كل الناس ممكن تتوقع وكل الناس ممكن تقول يا في يا ما فيش. هاني حبيبي صباح الفل. الشهر الجاي هيوصل ل40. اتمنى وامل للشهر الجاي يوصل ل40. ده يعني زي ما هرجع اكررها لك تاني، مفيش حد في المجال ده نفسه ان الوضع يفضل موجود زي ما هو. يا ريت الدولار يكسر ال40، يا ريت الدولار يوصل 35، يا ريت الدولار يوصل 38. بس في بعض الحاجات بتقول مش كده. بس يعني خلي الايام دايما، انا دايما بكون صريح معاكم وبقول دايما الايام هي اللي بتبقى فيصل في اي رؤيه. في رؤيتي انا اخطئ او اصيب، في رؤيه هاني يخطئ او يصيب، فكلنا في الاول وفي الاخر يعني ممكن نغلط وممكن ما نغلطش. تامر كتب 1,225 سنة 24، 1,500,000 سنة 21. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق؟ يعني سنة 21 العربية اللي هي المتوسطة اللي كان سعرها 25,000 يورو، انت حسبتها تامر على 20,000 يورو ولا 25 ايا كان تمنها 500,000 جنيه. وده فعلا حقيقي. هديكم مثال، ال 3008 سنة 21 كانت بتتباع الفئة الأولى ب 520,000 جنيه. الفئة الأولى النهاردة بالتسعير اللي موجود حاليا تمنها 1,450,000 جنيه. في زيادة طبعا، 1,225 ل 500,000. ده الفرق وده الواقع وده السوق اللي احنا أصبحنا بنعيشه. تمام. هترجع بقى للأرقام بتاعت ال500 وال600 وال700. اديني عقلك، اديني عقلك. ازاي ترجع لو الدولار ابتدى يتراجع وينزل للأرقام ال 18 وال 19 وال 20، الأرقام الهنا اللي احنا كنا بنسمعها أيام الخير يعني. ده ملخص الموضوع. وارد الدولار الجمركي يزيد، وارد الدولار الجمركي يزيد، وارد.
يعني بنسبة كبيرة جدا وارد. وما تنسوش حاجة، ان انا يعني مش عاوز ادخل في قصة سياسية شوية، بس يعني ان الدولة بتخنق على موضوع العربيات. ليه؟ وهم عندهم حق، يعني عشان نبقى صراحة هم عندهم حق. ليه؟ اكتر سلعة مستنفذة او مستهلكة للعملة الاجنبية هو العربيات. دي اكتر سلعة بيبقى عليها طلب في العملة الاجنبية، علشان تبقوا انتوا لازم تبقوا انتوا عارفين. وليد وحشني جدا 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 جدا. هدفع مقدم 100 برضو واجيب 340، ده توصلك لحد باب البيت والله. اكتر سلعة يعني بتستنفذ عملة اجنبية هي العربيات، فبالتالي بيحاولوا بقدر الامكان يقفلوا الموضوع بتاع العربيات على قد ما الدولة تقدر يعني. وانا قلت لكم هم عندهم حق في القصة دي بصراحة، لان انت لو حسبت انت شوف عندك كام توكيل الاول، ولو حسبت متوسط وكيل واحد بيدخل مثلا 100 عربية، فال100 عربية هنقول ان العربية متوسطها 30,000 دولار، فاحسب 30,000 دولار في 100 ده وكيل واحد. احسب بقى كام توكيل في كام فلوس هتخرج بره، لان الفلوس دي بتخرج بره اعتمادات وبتاع وليلة كبيرة كده، فبتخرج بره. فطبعا بيتحاول يتقفل على القصة دي كلها. طبعا ابو الصقور حبيبي، من رأيك يا صاحبي الناس تشتري دلوقتي ولا لا؟ انا قلت رأيي في اول اللايف، انسب وقت للشراء دلوقتي بصراحة. انا ما بقولش برضه عشان في واحد هيطلع يقول لي يا عم انت بتقول ايه وبتعمل ايه، يا عم انت مش عارف ايه. انا ده رأيي، ممكن ان اخطئ وممكن ان اصيب، ده رأيي بس. حبيبي يا وليد انت وحشني جدا جدا جدا. اتمنى تثبت السعر حتى تعود عملية البيع والشراء. يا رب يا تمور، يا رب تثبت. دي كانت وجهة رأيي، وانا ما كنتش عاوز اتكلم في قصة الدولار دي دلوقتي، بس يعني هو حكمت فكده. نسيبنا بقى من الليلة بقى الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها دي والكلام ده كله، وقلنا رأينا والحاجات دي كلها، وندخل في حاجة مهمة وهي الكاستمايز اللي موجود في البوجو 408. انا هقلب الكاميرا لحضراتكم وهفرجكم على شويه حاجات من جوه، وبعد كده نخرج من بره نتفرج على، انا لحد دلوقتي مش عارف اسميها، يعني مش عارف اسميها. وبالمناسبه انا عاوز اقول لكم على حاجه قبل ما اقفل الفيديو او قبل ما اقفل اللايف. الباب الحجز مفتوح على 3008 وعلى ال 508 وعلى ال 2008 وبالاسعار الرسميه. خدوا بالكم انا بتك على الحته دي جدا، عشان لما تيجي تغلى او يجي يحصل لخبطه في السوق وتيجي ترفع هيمسكوا لي في اللايف ده يقولوا لي انت قلت بالاسعار الرسميه. ساعتها متاح الحجز بالاسعار الرسميه والاسعار المعلنه على البرايس ليست. واول مره بعد سنتين 24 شهر اطلع اتكلم في الحوار ده. يمكن حضراتكم ما كنتوش عارفين الموضوع ده، بس اول مره بعد 24 شهر اطلع، ودي كانت امنيه اللي انا اطلع في يوم من الايام بعد سنتين اسلم عربيات او اتكلم ان العربيات اصبحت بالسعر الرسمي. يلا بينا بقى، يلا بينا. اول حاجه انا عاوز اخد رايكم في اللوجو الجديد. دي اول حاجه، ده اللوجو الجديد. طبعا الطاره انتوا حضراتكم عارفين ان الطاره بتاعت 408 بتبقى بالشكل ده لاسباب كتيره قوي، علشان العربيه دي بتبقى نازله بنظام الاي كوكبيت او الاي توجلز، فلازم تبقوا انتوا عارفين ان هي معموله بالديزاين ده علشان انت تبقى انت قاعد شايف رؤيه العدادات من عينيك من على الكرسي بتاعك. هنا الشاشه بالسيستم بتاع العربيه كله اتغير عن الاجيال الجديده خالص. الجير بوكس هنا ده ياباني 8 نقلات، هو نفس العربية بتاعت ال 508 ونفس ال 3008، بس ده أصبح بدل 6 نقلات 8 نقلات. في ميزة دايما بوجو بتستخدمها، هنزل بقى أوريكم العربية من بره. في ميزة دايما بوجو بتستخدمها، والميزة دي موجودة في الأجيال بتاع بوجو من سنة 2019 حتى الآن. وهي ميزة إيه بقى؟ هي ميزة الكراسي الطبية. ايه كلمة؟ كل مرة هشرحها لكم، وادخلوا بعد ما اقفل على طول على جوجل اكتب
AGR كومفورت. ايه دي؟ ايه دي اللي مكتوب على جنب الكرسي دي؟ شكل الكرسي بيبقى بالشكل ده كده، ده بيبقى شكل الكرسي بتاع العربيه. انا بوريكم شويه حاجات يعني ممكن ناس كتير قوي ما تتكلمش فيها. AGR دي منظومه المانيه او مجموعه اطباء جوه منظومه، يعني زي ما تقول كده مصنع مثلا او منظومه او دكاتره او ايا كان انتوا ممكن تسموها ايه، بيعملوا تصميم الكراسي الطبيه بحيث ان هي تبقى متناسقه مع الظهر العمود الفقري ومتناسقه مع الصدمات، والكراسي دي بتبقى غاليه بالمناسبه، يعني مش بتبقى رخيصه. كراسي AGR بتبقى غاليه وبتبقى كراسي طبيه بنسبه 100% وما بتنزلش في اي عربيه. يعني في عربيات كتيره جدا 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 ما فيهاش الكراسي AGR مع انها عربيات بريميوم كار، فدي ميزه لازم نتكلم فيها. وبعد كده بقى نيجي بقى للجمال والحلاوه والشياكه، والجمال والحلاوه وايه والشياكه. العربية 408 بتتميز برضو من ضمن الحاجات اللي بتتميز فيها وهو الايرودايناميك. تمام؟ ركزوا في حاجة، بصوا على تصميم العربية. يعني في واحد كان عميل امبارح بيتفرج على العربية دي علق على الحتة دي. بصوا شايفين تصميم العربية ده كله ايرودايناميك بالمناسبة عشان تعبئة الهواء، وده ايرودايناميك. وتعالوا عند الكيرف اللي ورا ده اوريها لكم بطريقة اوضح شوية. التوكيلات اللي بتطلب بدولار بيطلب بدولار عادي، ما يمكن عربيات واقفه في المينا ما بيقدرش يفرج عنها، يفرج عنها منطقه حره. شايفين الحته اللي ورا اللي طالعه من بطن الرفرف ورا دي عامله كده؟ لو معانا جورج كان قال لنا صباح الفل على الخلفيات. شايفين الحته اللي ورا دي عامله ايه كده؟ فالعربيه دي من ورا يعني موضوع مختلف تماما، يعني تحس ان هي وحش الكون زي ما بيقولوا. يعني الفوانيس اصبحت الماتريكس LED، ودي فيها تكنولوجي محتاج شرح كبير جدا 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 جدا. في ناس هتيجي تقارن العربيه دي ما بينها وما بين العربيات SUV. العربيات SUV العربيه دي انا تصنيفي ليها كشاسيه هي فاست باك. مش قادر اقول عليها SUV كوبيه، مش قادر، بس هو انا تصنيفي ليها فاست باك. يعني برضو كان هي ممكن تصنف SUV كوبيه، بس انا بقول عليها فاست باك. العربيه دي لما تيجي انت تعمل الديفرنس بتاعك او الكومباريزون بتاعك ما بينها وما بين العربيه 3008 او ما بينها وما بين اي عربيه SUV، هقول لك بالظبط. العربيه دي 19 سم، 3008 21 و6 من 10، فحوالي هتبقى 2 سم وكسور، 2 سم ونص. 2 سم ونص دول مش هيفرقوا معاك كتير قوي، بس اللي هيفرق معاك، ما انا لازم نكون حقانيين برضو، اللي هيفرق معاك هنا حاجه واحده بس، سقف العربيه دي بيبقى واطي شويه عشان العربيه دي مايله للسيدان شويه. 3008 سقفها هيبقى عالي شويه، فده الارتفاع بتاع العربيه مش الارتفاع بتاع من الارض للبطن العربيه، انا بتكلم على الارتفاع لحد سقف العربيه، فده هيبقى لصالح 3008. كمساحات داخليه وكطول للعربيه، لا العربيه دي تفوق 3008 وتفوق اي عربيه SUV موجوده في السوق في المساحات الداخليه. والكلام اللي انا بقوله ده حد يطلع يقول لي هات لي عربيه SUV في المساحات الداخليه للعربيه دي، مفيش. العربيه دي مساحتها الداخليه، هفتح لكم الباب خليهم يجيبوا المفاتيح. يا حسام هات لي مفتاح العربيه. هوريكم المساحات الداخليه للشنطه قد ايه والمساحات الداخليه للي جوه قد ايه. تمام؟ ده التصميم الخلفي للعربيه، وما اجمل التصميم الخلفي. على راي نوح، كنا انا وهو اتقابلنا في اللونش بتاع عربيه السوبارو، وكنا بنتكلم على ال 408. قال لي 408 دي عربيه هو مسميها من ورا لامبورجيني اورس، من قدام بيجو. فهو الراجل مشكور ان يعني اطلق عليها لامبورجيني الاورس من الخلف، ومن الامام ايه بوجو. نشوف المساحات الداخليه. بصوا يقعد فيها 3 مستريح جدا 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 جدا. طبعا انا كنت قاعد هنا فالكرسي بتاعي راجع على الاخر خالص.
في تفاصيل هنا، في تفاصيل هنا شايفين، دي تفاصيل، التفاصيل دي ما يفهمهاش الا الناس بتوع العربيات اللي هو انتوا يعني. فدي تفاصيل في الايرودايناميك مهمه جدا. نفتح الشنطه، شايفين المساحه، ده موال يعني حدث ولا حرج. الظهر بقى ده فعلا التصميم ده واخد الأورس بالظبط، يعني فعلا ده واخد الأورس بالظبط. هي دي الحته اللي انا بكلمكم عليها، اللي هو الكيرف ده. نحط بس المفتاح. شنطتها اكبر من 3008 بكتير. بصوا دي 536 وال 3008 520. هي دي الحته اللي انا بكلمكم عليها، اللي هي دي متنفخه كده. يعني يا رب ما يكونش معانا سيدات على اللايف، بس هي عامله زي ما تكون واحده ضاربه فيلر وبوتوكس ومظبطه الدنيا. بصوا الحته دي تمام. دي الكراسي بالفرش، دي المساحات الداخليه. هي ظبطت الكرسي كده صح. انا راجع هنا ورا على الاخر. ال ال اللي بيضحك ده عسل والله. ما هو ده حقيقي والله، تحس ان هي واحده ضربه فيلر اهو. ماشي. بص يا سيدي، الخامات بقى انا مش عاوز اكلمكم عن الخامات، لان هو من الاجيال القديمه كلها، وهي احنا عندنا الحمد لله بفضل الله احنا في بيجو في حته تانية. الناس كتير عارفه الكلام ده. بصوا هنا الخامات كلها سوفت، مفيش حاجه بلاستيك، كله سوفت. هندخل هنا كل ده سوفت سوفت. سامعين الرنه؟ سوفت سوفت. هنا ده مكان البلاك بيانو اللي هو اللون الجديد. تمام. هنا حتى دي سوفت، يعني دي جل، يعني اللي هو السفنج المطعم يعني. كل ده سوفت. طبعا الطاره بتبقى معموله بالهاند ميد وجلد طبيعي طبعا زي ما انتم شايفين. هنا ده كل ده سوفت اهو. شايفين سمك ضافر، شايفين هي بتدي معاك ازاي. الحاجات دي كمستهلك في حجز بالسعر الرسمي، وانا لسه اعمل اعلان من شويه على اللايف. قلت يا جماعه باب الحجز مفتوح، اللي عاوز يحجز يتواصل معايا واتساب بالاسعار الرسميه. تمام. شايفين في عربيات من اللي واقفين اللي انا بفرجكم عليهم دول للاسف، يعني مش هنقول للاسف، يعني الحمد لله بفضل الله متباعين. زي الازرق، فرش ازرق دي متباع. المتاح للتسليم الابيض والاحمر فرش اسود، الابيض فرش اسود والاحمر الفرش اسود. انا بوريكم بس شويه حاجات والله العظيم 3، عشان انتوا برضو لما تيجي تشتروا اي عربيه تقدروا بايديكم تعرفوا الحاجات والخامات والحاجات دي كلها، لان ده بيبقى في الاول وفي الاخر انت اللي هتقدر تفهم الكلام ده لما تحط سعر العربيه. اصبح عادي دلوقتي ونقدر نصور، كنا زمان ممنوع الكلام ده. سعر العربيه الرسمي كام؟ 2 مليون 350. هتستلم عربيتك ب 2 مليون 350. في حاجه تاني اكتر من كده؟ بقول لك بقالي سنتين يا راجل يا طيب اتمنى ان اللحظه دي تيجي، والحمد لله بفضل الله يعني ربنا اداني طولة العمر لحد ما جت يعني. طبعا هو عشان انا بعدت عنها، المفتاح في جيبي يعني، بعدت عنها فهي قفلت. تمام. كنت انا عملت فيديو قلت لها افتحي يا عزيزه، فعزيزه ايه؟ فتحت. شايفين عزيزه فتحت ايه؟ هنبعد اقول لها فيلي يا عزيزه، عزيزه هتقفل. عزيزه قفلت اهي. اول فئه مش موجوده والله يا عماد، اللي متاح كله في السوق كله الجي تي وتسليمات فوريه باذن الله. الحمراء متاحه يا جماعه برضو. و بص يا عمده ادخل على البرايس ليست موجوده على الصفحه هتلاقيها، والبيضه متاحه دي متباعه. الحمد لله يعني ربنا كرم صاحبها يعني، الحمد لله خلاص بنخلص الاوراق. العربيه دي انا مسميها اكسكلوسيف، يعني حاجه كده نادره شويه، وانا وريتها لكم قبل كده في اكتر من فيديو وكنت طالب رايكم فيها. ان هي ازرق فرش ازرق، فدي اللي هتبقى يعني هنقول نزل منها 4-5 عربيات في الدفعه كلها من ساعه ما العربيه دي نزلت. 4-5 عربيات ازرق فرش ازرق. فاللي هيركبها هو بيبقى فاهم هو
راكب ايه. بصوا لون الفرش، هي طبعا مقفولة عشان هو زمانه بيشوف اللايف ده دلوقتي. لون الفرش اهو من جوه. اللون ده بيقلب، بيديك كذا لون في بعض، هيديك ازرق، هيديك جنزاري، هيديك سنة اخضر شوية. اللون ده لون من الالوان، لان ده لون البروشور كمان بتاع العربية، فده من افضل الالوان اللي نزلت. اي بروشور لاي عربية لما ينزل فيه لون اعرف ان ده الشركة الام اختارت ده اجمل لون للعربية. اي بروشور تشوفوه او اي كتالوج بتشوفوه لاي عربية عليها اللون الرسمي بتاعها اعرف ان ده احلى لون نزل في العربية، وده من اجمل الالوان. طبعا لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. يعني مثلا انا مثلا ميال للاحمر. نعمل حاجة لطيفة بقى، نسينا عشان الاهلي والزمالك. كلام جميل عشان الاهلي والزمالك، عشان انتوا